فكان يؤخذ أول نظرة وخاصة في المدن الكبيرة كذا أنه العشائر صفة متخلفة متعصبة وكذا إلى ما هنالك من الصفات. ولكن في ذات الوقت القبائل والعشائر ما بقت كما هي، بل أصبحت كما يجب أن تكون، ونحن نسعى إلى ذلك عن طريق الثقافة، عن طريق التطور الفكري والاجتماعي، تغيير الذهنية. فالمجتمعات ترقت في هالمجال هذا وأصبحت خاصة بعد ما دخل التعليم والتربية والكذا، فساهمت في الحفاظ على ما هو جيد ونبذ ما هو سيء. فالكرم والشهامة والنخوة والحمية والتعاون والسلام، يعني هالقيم الأصيلة الموجودة فينا عمقناها. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أوتيت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. فهالأخلاق نحن نسعى لتكميلها وتتميمها ونبذل السيء منها. لأجل هذا هالأمور هاي تساهم في الصلح وفي الخير للجميع. اليوم المرأة هي التي تربي ابن العشيرة اللي أصبح دكتور، ولا ابن القبيلة اللي أصبح مهندس أو هذا دور المرأة بالعشيرة يعني. والقيم والأخلاق اللي يكون عليها ابن هاي العشيرة نابع من هاي المرأة. في كثير من المضافات اليوم أنه يستخدمون الموبايل يعني كثير يعني. فهل لوسائل التواصل الاجتماعي أنه تعطي تقاليد وعادات جديدة، تبعد الفرد عن مجتمعه وعن محيطه وعن أسرته، تأثر عليه بالمجتمع؟ في أحد المضافات للشيوخ يعني، وأكثرهم هلا صاروا على المنوال، اللي يجي يدخل المضيفة الموبايل يحطه برا. ليه؟ لأنه هذاك ماسك موبايل وهذا ماسك موبايل، خشوا بمسند كل واحد لحاله معزول، ما يصير. بدنا نحط الموبايلات برا حتى نحكي في قضية المجتمع، في قضية العشيرة، في قضية السياسة، في قضية الاقتصاد. وبعدها رجعوا على موبايلاتكم يا أخي. فهالعملية هاي هي دمج الناس في الثقافة وفي الوعي وفي الفكر وفي المجتمع.